السلام عليكم، ازيكم شباب ثالثه ثانوي. ان شاء الله السيشن دي سيشن نمبر 6. برضو احنا لسه شغالين في فوكاب، لكن السكشن دوت او البارت ده خاص بالكولوكيشنز. ايه هي الكولوكيشنز؟ هي مجموعه من الكلمات او الاكسبريشنز اللي هي بتيجي مع بعضها يعني. اوكي، ان شاء الله السيشن دي مش هتبقى طويله لان الكولوكيشنز مش كتار زي ما احنا متعودين. دايما احنا هنشوف الكولوكيشن او الفوكاب، هنسمع النطق، وطبعا اكيد عن طريق كونتكست، وانتوا طبعا عارفين يعني ايه كونتكست. نبدا، يلا بينا، بسم الله. collocations طبعا هي خاصه بيونت 1، لسه في يونت 1. نبدا نشوف اول مجموعه. هتلاقوا اول حاجه يعني طبعا الكلمات دي كلها انتوا خدتوها قبل كده، بالاخص في السيشن اللي فاتت، سيشن نمبر 5. فتقريبا مفيش حاجه جديده. هتلاقوا كل الكولوكيشنز دي اصلا لو حد ذاكر كويس المجموعه اللي فاتت خلاص اوريدي، هي مجرد انتوا اكنك بتعمل ريفيو على الفوكاب. نسمع. طبعا احنا خدناها دي كلمه اولانيه عارفينها كلنا، compensate financially لوحدها معناها بشكل مادي، فلوس يعني ليها علاقه بالفلوس، وcompensate بمعنى لو انتوا فاكرين معنى يعوض. نسمع. compensate financially. بعديها demand a better pay. demand ده verb خدناه طبعا مع الكي ووردز اللي خدناه في اول سيشنز خدناها. اوكي، نسمع. demand a better pay. معنى يطالب باجر افضل. do a sport. يمارس رياضه. do an amazing job. بمعنى يقوم بعمل رائع. amazing بمعنى رائع يعني wonderful. طيب بعديها find a chance for. طبعا احنا عارفين chance معناها فرصة، يبقى find a chance. يبقى احنا عايزين نعرف ايه ان find ممكن يجي معاها chance. follow the correct route. احنا خدناها في السيشن اللي فاتت بمعنى طريق او مسار. follow the correct route يعني يأخذ المسار الصحيح او يتبع المسار الصحيح. have a bigger emotional effect on. طبعا emotional لوحدها معناها ليها علاقة بالعاطفة، له تأثير عاطفي أكبر على. have a copy of. put in place يعني يضع في المكان الصحيح. put in prison يضع في السجن، وخدنا كلمة present في السيشن اللي فاتت. تقريبا ما فيش ولا كلمة جديدة لغاية دلوقتي. نشوف بقى context أو أمثلة. number 1 compensate financially. The company decided to compensate the injured employee financially for their medical expenses. بمعنى الشركة يعني قررت ان هي compensate بمعنى يعوض يعني the injured employee الموظف الذي أصيب financially، يعوضوه ايه ماديا for their medical expenses والنفقات الايه عن طريق تحمل النفقات الطبية او العلاج. pay demand a better pay. employees decided to demand a better pay. طبعا كلمة demand احنا خدناها بالتفصيل قبل كده بمعنى يطلب، بس بإلحاح أو بقوة أو يبقى employees الموظفين بيطلبوا، قرروا إن هم to demand إن هم يطلبوا a better pay يعني زيادة في الأجر. to match their skills بما يناسب. هنا match مش معنى ماتش أو مباراة، لا هنا match معنى يناسب، بما يناسب their skills and experience بما يتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم. do a sport يمارس رياضة. She loves to do a sport like swimming to stay active and healthy. do an amazing job يعني يقوم بعمل رائع. إياد always works hard يعني إياد دايما بيشتغل بجد. ليه؟ to do an amazing job لكي يقوم بعمل رائع on his projects في المشاريع بتاعته. ليه؟ to impress his boss. impress هنا بمعنى إيه؟ يكون يعني عشان يأثر على البوس. بمعنى إيه؟ بمعنى يعمل انطباع جيد عند الإيه رئيسه في العمل. impress. find a chance for. I hope to find a chance for advancement in my career this year. يعني بقول أنا أتمنى أن أنا ألاقي فرصة كويسة for advancement للتطوير in my career في مهنتي في هذا العام. follow the correct route. احنا قلنا كلمة route بمعنى الطريق. make sure to follow the correct route يعني اتأكد أنت ماشي في الطريق الصحيح on the map.
حسب الماب يعني to reach your destination. واحنا خدنا كلمة destination خدناها في السيشن اللي فاتت بمعنى المكان المقصود الذهاب إليه. have a bigger emotional effect on. طبعا emotion معنى عاطفي له علاقة بالفيلينجز والemotion بشكل عام. her heartfelt speech had a bigger emotional effect on the audience than expected. يعني ايه بقى her heart speech؟ الهارت سبيتش يعني الكلام الصادق اللي طالع من القلب، يسموه كده heartfelt speech. had a bigger emotional effect، كان ليه تأثير عاطفي كبير على المستمعين والمتفرجين than expected، أكتر مما كان متوقع. have a copy of يعني لدي نسخة من. can I have a copy of that important document for my records؟ يعني ممكن يكون can I have ممكن أخذ نسخة من that important document من هذا الملف مثلا for my records كنوع عشان أسجله يعني. put in place. put in place يعني يضع في المكان الصحيح. The company plans to put new safety measures in place to prevent accidents. يعني الشركة بتخطط إن هي to put new safety measures، تضع معايير جديدة للأمان in place to prevent accidents، لمنع أو لتقليل الحوادث. put in prison يعني يضع في السجن. The criminal was put in prison يعني المجرم وضع في السجن، واحنا خدنا كلمة criminal قبل كده برضه في السيشن اللي فات، وده بيأكد بقول لكم ان هنا ما فيش حاجة جديدة. اللي ذاكر السيشن اللي فاتت يبقى اكيد خلاص النهارده او السيشن ديت ما فيهاش اي مشاكل بالنسبة لي. يبقى the criminal was put in prison for his involvement in the robbery. طبعا robbery معناها سرقة بالإكراه زي سرقات البنوك وكده. طبعا هو وضع في السجن ليه for his involvement. يعني ايه involvement؟ تورطه في الايه in the robbery. طيب next المجموعة اللي بعديها برضه هنلاقي الكلمات دي كلها قبل ما نبدأ نقراها بالتفصيل. احنا خدنا كلمة receive وكلمة punishment وكلمة warning تحذير أو warn. surprise معروفة. ايه تاني؟ negative خدناها negative بمعنى سلبي. source مصدر. brainstorm خدناها اللي هو العصف الذهني أو يعصف في الذهن. anxious خدناها بمعنى قلق أو توتر أو nervous. وupdates خدناها. في حاجة جديدة يا ولاد؟ لا مفيش. طب خلاص تمام كده نبدأ نسمعها. receive a punishment for. يعني تعرض لعقوبة بسبب. receive warnings from. وخدنا الكلمة دي ما خدناش في السيشن اللي فاتت، لا خدناها في الأول مع الكي ووردز اللي هي ruin the surprise. send by air. send by ship. avoid the negative effects. become the main source of. brainstorm ideas. idea. okay. get anxious. the last one اللي هي get regular updates. وطبعا المعاني العربي قدامكم كلها تقدروا تقروها وتقدروا تاخدوا سكرين شوت ليها. نشوف بقى examples عليها. أول واحدة receive a punishment for. he receives a punishment for breaking the school rules. يعني هو عوقب. يعني مش لازم نقول ايه هو استلم، مش هنقول استلم عقاب يعني عشان receive معناها استلم يبقى استلم عقاب، لا ما بتجيش كده. لكن هو he received a punishment يعني عوقب for breaking the school rules لانتهاكه قواعد المدرسة. وبرضه هنا breaking مش لازم اقول لكسر قواعد المدرسة، لكن نقول انتهاكه قواعد المدرسة. receive warnings from. she received warnings يعني تلقت تحذيرات from her manager من مديرها about her frequent tardiness بسبب تأخرها المتكرر. tardiness معنى ايه؟ تأخر، وانا كاتب المعنى قدامكم. ruin the surprise. احنا خدنا ruin معنى ايه؟ يدمر. طب احنا هندمر الايه؟ ممكن تدمر يعني ممكن هنا المقصود بالكوليكيشن دوت ان خلي بالك كلمة surprise ممكن يجي معاها ruin. بمعنى ايه؟ حد عامل لي مفاجأة معينة فحد جه قالها لي، يبقى هو عمل ايه؟ دمر لي المفاجأة، بوظ المفاجأة، معناها كده. اوكي؟ please don't ruin the surprise party by telling her in advance. قولوا من فضلك ما تبوظش السربرايز بارتي، الحفلة المفاجأة ديت،
by ازاي by telling her in advance ان انت هتقول لها مقدما، ما تقول لهاش يعني معنى كده. avoid the negative effects يعني يتجنب الآثار السلبية. كلمة effects آثار، negative سلبي، و avoid يتجنب. to avoid the negative effects of stress لتجنب الآثار السلبية للستريس، التوتر والضغط وكده. she practices relaxation يعني هي بتمارس الاسترخاء. relaxation techniques regularly يعني من وقت للتاني بتقعد تسترخي مع نفسها كده كنوع من تجنب negative effects of stress. become the main source of خدناها معنى يصبح المصدر الرئيسي لي. مين معناها رئيسي؟ source معناها مصدر. reading books قراءة الكتب has become the main source of my entertainment هو المصدر الرئيسي للتسلية بالنسبة لي. دي معناها entertainment معناها تسلية. brainstorm ideas واحنا قلنا قبل كده البرينستورم اعمل انا as a teacher مع الطلبة بتاعي لما احب اعمل حاجة اسمها brainstorm ان انا بعمل eliciting للايدياز منهم. مثلا هنتكلم في درس رايتنج ولا حاجة عن اي حاجة، فببدأ اول حاجة ان انا اعمل brainstorm ليهم عشان اتأكد ان هم عندهم افكار وايدياز يقدروا يكتبوها بعد كده. فاسأل الطلبة كل واحد يقول لي معلومة واكتبها على البورد كده، خلاص انا عملت brainstorm. بعد كده ممكن اخليهم يبداوا يكتبوا. وممكن البرينستورم يبقى بين الطلبه بعضيها برضو، يبداوا كل واحد يقول للتاني الافكار اللي عنده. اوكي let's brainstorm ideas for our school project. يعني هنا لما اقول let's brainstorm ideas for our school project انا باخد افكار من المدرسين مثلا او حتى من الطلاب علشان نبدا نعمل مثلا تطوير للمدرسه. طيب هنا بقى الصوره دي ما شاء الله صورة واضح ان معظمنا ممكن يعاني من الموضوع ده. get anxious اللي هو يتوتر قوي. I always get anxious before taking test. قبل الامتحان بتوتر. اوكي المجموعة اللي بعد كده هتلاقوا برضو كل الكلمات دي كلها خدناها، ما فيش ولا كلمة جديدة الحمد لله. يعني اللي ذاكر اللي فات هيبقى مرتاح المرة دي. نسمعهم. give a lecture give a lecture give a reason أو give reasons give reasons keep up to date with يعني يواكب حاجة معينة، ودي مهمة أوي الverb keep. have a negative impact on keep up to date with. طبعا impact احنا خدناها قبل كده معناها تأثير. اوكي have a social responsibility يعني have a social responsibility عليه مسؤولية اجتماعية. have internet access واحنا خدنا access معناها مدخل أو سماح بدخول حاجة معينة. حتى يعني انت مثلا لازم يكون ليك اكسس مثلا على ويب سايت معين، ليك اكسس على الايميل بتاعك عن طريق اليوزر نيم والباسورد، ده اكسس كده. اوكي make every effort خدناها قبل كده بمعنى مجهود، خدناها برضو. spread false information اوكي ينشر اخبار كاذبه. suggest a solution اوكي support your opinion. support يعني دعم رايك بالjustifications مثلا بالمبررات او كده. طيب نشوف get regular updates. I get regular updates on my email يعني بحصل على الابديتس التحديثات على طول في الايميل بتاعي، معناها تحديثات. give a lecture. the professor will give a lecture on physics tomorrow. مهم جدا تحفظ ان lecture بياخد معاها verb give. اوكي وهنا lecture as a noun. give reasons. can you give some reason to support your argument معناها رأي أو هنا تدي معنى رأي أو مناقشة. اوكي طبعا هنا give some reasons او give reasons معناه يدي مبررات او اسباب. to support your argument support هنا اخدناها قبل كده بمعنى يساند او يعضد. keep up to date with. it's important to keep up to date with the latest news يعني لازم ان انت تكون على دراية تواكب التحديثات مع اخر الاخبار او اخر الاحداث بشكل عام. have a negative impact on بمعنى له تأثير سلبي على. impact معناها تأثير ونيجاتيف معناها سلبي. اوكي اهم حاجة ان انت impact تاخد have، لان انا ممكن اقول هنا have a positive impact on، have a good impact on، have a bad impact on. يبقى احنا حاطين have عشان impact مش عشان negative. اوكي طيب excessive screen time can have a negative impact on your eyes. اللي هو excessive screen time
يعني لو قاعد قدام اللابتوبس وماسكه الموبايلات كتير، انت حاطط الشاشه قدامك كده، دي معناها ايه؟ المغالاة او المبالغه في الاستخدامات، او قاعد قدام الشاشات بشكل عام ايا كان نوع الشاشه. اوكي، بيقول هنا بقى ايه؟ have a negative impact on your eyes. طيب have a social responsibility. social معناها اجتماعي، responsibility معناها مسؤوليه، والاثنين خدناهم قبل كده. طب الجديد ايه؟ ان بياخدوا verb have. We all have a social responsibility to help those in need. يعني ايه in need؟ يعني هم في حاجه للمساعده. يبقى احنا عندنا مسؤوليات اجتماعيه ان احنا نساعد من يحتاج المساعده. have internet access. احنا عارفين طبعا، احنا عندنا راوتر في البيت او روتر بيبقى فيه عشان تقدر يكون ليك access، عشان تقدر تستخدم النت اللي موجود في عندك في البيت، لازم يكون فيه عارف اليوزر نيم والباسورد، ده access. لو انت ما معكش اي حاجه من الاثنين دولت، ما يبقاش ما عندكش ايه access. هي دي معناها كده ايه access. Almost everyone has internet access in today's world. Make every effort. يعني ابذل أقصى ما لديك، يعني make effort. I will make every effort to finish the project on time. يعني هبذل قصارى جهدي. I will do my best to reach or to finish the project on time. On time يعني في الوقت المحدد. Spread false information اللي هو نشر المعلومات الكاذبة. False. Be cautious. Be cautious يعني احذر. And don't spread false information. واوعى تنشر أخبار كاذبة أو شائعة. Suggest a solution يعني يقترح حل. Please suggest a solution to this problem. اقترح حل لتلك المشكلة. Support your opinion يعني تعضد رأيك بالreasons والjustifications، المبررات والحقائق والمعلومات. هي معنى كده support your opinion. Can you support your opinion with some facts؟ يعني ممكن لو سمحت انت قلت رأيك، ممكن بقى تأكده أو تستند رأيك ده بحقائق. دي معناها كده support your opinion. take a photo، ما أعرف واخدينها من زمان قوي. take a photo يعني يلتقط ايه؟ صورة بكاميرا مثلا. don't forget to take a photo of the beautiful sunset. يعني بيقول له ما تنساش يعني ياخد صورة للسانسيت اللي هي غروب الشمس. كده احنا خلصنا الكوليكيشنز يا جماعه. نبدا بقى نتمرن. الموضوع بسيط وسهل. انا اظن ما فيش ولا كلمه، لو انت متابع وذاكرت اللي فات، ما فيش ولا كلمه جديده. اوكي طيب نحل كده مع بعضينا. طبعا انت ادي لنفسك فرصه تحل مع نفسك الاول قبل ما تسمع ايه كلامي. My brother anxious when the exam results were near. يبقى anxious دي بتاخد ايه؟ got anxious في turn field. برافو عليكم. got anxious يعني توتر. Workers at the factory better pay and shorter working hours. طب هم دلوقتي واضح من المعنى ان هم هيعملوا ايه؟ بيطلبوا يعني بالراحه كده، ولا بتحدي مثلا او باحتجاج؟ واضح ان في مطالبه جاده، يبقى demand. برافو. طيب our teacher asked us 2 ideas to support our opinions. بيعمل ايه؟ our teacher asked us to ideas. بيعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ عايز افكار من الطلبه، يبقى هعمل لهم ايه؟ برافو عليكم brainstorm. يبقى brainstorm عصف ذهني او تجميع المعلومات او الافكار. the last lecture دكتور سميرة. احنا قلنا كلمه lecture ديت بتاخد ايه؟ verb ايه؟ برافو عليكم ما شاء الله gave. it's a crime انها جريمه to false information. نعمل ايه في الانفورميشن؟ امتى الانفورميشن تبقى جريمه؟ لما تبقى ايه؟ الفورس انفورميشن نعمل لها ايه وهتبقى جريمه؟ ان احنا عملناها انتشار، يبقى spread. to spread ان انت تنشر الاخبار الكاذبه. we must up to date with the latest advancements. يعني تكون ايه؟ على درايه بالمستحدثات والتطورات in science and technology. يبقى نعمل ايه up to date؟ keep, give, make, suggest. keep. برافو عليك. طيب it's better if you regular updates for the applications on your tablet. الابلكيشن هي الابس بشكل عام. يبقى it's better if you ايه؟ تعمل ايه في الابلكيشنز؟ get, give, spread, complain. يبقى تحصل على get regular updates. لازم تعمل تحديثات على طول للايه applications اللي عندك، الابس بشكل عام. The Egyptian Knowledge Bank ده موقع الوزارة has the main source of professional educational support.
supported avoided become brainstorming. ركز كده مع نفسك الأول. تمام، يبقى become the main source يعني أصبح المصدر الرئيسي of professional educational support. You need to know how the negative effects of social media can be made become avoided brainstorming. You need to know، لازم تعرف how the negative، ازاي التأثيرات السلبية of social media للسوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي can be avoided. لازم تتعلم ازاي تتجنبها. You need to know how the negative effects of social media can be avoided. Okay? طيب. That book has information about the new types of exam questions. types معناها أنواع، يبقى الكتاب ده فيه إيه؟ فيه petrified اللي هو بقى خائف، stressed، social، up to date information about. يبقى أنت لازم يكون عندك دراية على طول بأنواع الأسئلة الجديدة، يبقى up to date. برافو عليك. بس كده يا أولاد، كده احنا خلصنا الكولوكيشن. الموضوع سهل طبعا زي ما احنا شفنا ان كل الفوكاب في الكولوكيشنز ما فيش ولا كلمة جديدة، كله خدناه في ال5 سيشنز اللي فاتوا. اوكي، اللي ما حضرش معانا ال5 سيشنز اللي فاتوا ممكن يروح يلاقيها على اليوتيوب، يتابعهم ويسمعهم، بعد كده يرجع هنا تاني هيلاقيها. الموضوع سهل وبسيط. شكرا ليكم، السلام عليكم.